هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هنعمل فيه ميك اب توتوريال كامل. بقالي كتير قوي ما عملتش ميك اب اللي هو شكلي يتغير تماما، ويمكن تكون بروفا لطيفه جدا لان انا عندي فرح بعد يومين، فبرضه هنعمل ميك اب وكده، فممكن نعمل الميك اب لوك ده في الفرح، يعني هنعتبرها بروفا. فبس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. لايك للفيديو، اشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان اعملوا لي فولو على انستجرام، ويلا بينا على طول نبتدي. هبتدي الاول بميك اب العيون، فهستخدم اول حاجه الكونسيلر ده وهحطه فوق عينيا، ده من عند لوريال درجته 329 كاجو. هوزعه كده ببرش. في العادي انا ما بحبش اعمل ميك اب العيون الاول، بحب ابتدي بالوش، يعني بحب ابدا على نظافه زي ما بيقولوا، بس عشان لسه عايزه اصور لكم فيديو للفاونديشنز بتاعه شي جلام، اللي هو تختاري اني فاونديشن. لو انت عايزه تشتري فاونديشن من عند شي جلام، ديكو ريفيو مفصل عن كل واحد فيهم، فده هيبقى فيديو تاني هينزل قبل ده بعد ده، الصراحه مش عارفه، بس عايزه اصور لكم الفيديو ده، فعشان كده هبتدي الاول بميك اب العيون. هتاكد ان كل حاجه كده تمام ومدموجه ومفيش كونسيلر كتير، حاولوا ما تكتروش، المهم بس نوحد اللون بتاع الجلد. هستخدم باليت بقالي كتير قوي ما استخدمتهاش، هي الباليت دي من ريفوليوشن، العلبه من بره ميتال، ودي اسمها فوريفر فلولس، ودي الالوان بتاعتها من جوه في الوان شويه على كشمير وبنيات وبتلمع. الصراحه الباليت دي انا كنت بحبها جدا، مش عارفه بطلت استخدمها ليه. هاخد اول حاجه اللون ده، هو على اورنج قوي، بفرشه بلاندنج. خليني اوريكم شكل الفرشه برضه عشان تبقوا عارفين. ده شكل الفرشه كده، دي من عند جيسب رقمها 228، وابدا اوزع اللون تحت الحاجب على طول. خدوا وقتكم في الدمج عشان يطلع شكله ناعم ونظيف. بعد كده ببن براش هاخد اللون الموف ده وهحطه هنا في كسرة العين عشان يديها عمق اكتر، ومن نفس اللون برضو هحطه عند طرف العين. هرجع تاني لفرشة الدمج وادمج بيها اطراف اللون، نفس الفرشة الأولانية اللي احنا استخدمناها. وبعد كده هرجع اخد اللون ده، هو شوية على كشمير، وبنفس البلندنج بروش وهحطه هنا. وبعد كده هاخد اللون ده اللي اسمه سويت هارت وهحطه هنا كده في فتحة العين من قدام. هرجع اخد من اللون الفاتح ده، حاسه ان انا اول العين محتاجه يبقى افتح من كده شويه، حاسه الدرجه كده احلى كتير. هاخد بعد كده الباليت دي من عند شي جلام اللي اسمها سانكيزد، ودي الالوان بتاعتها من جوه. هاخد منها اللون الاسود واستخدمه از اي لاين، يعني هرسم الوينج عادي جدا جدا جدا، وبعد كده اسحب اللون على جوه حبه كده، وامشي على خط الرمش بحيث اعمل سموكي بس ناعم قوي يا حبايبي بالشكل ده كده، وافضل اموه فيه لغايه ما يتفرد كله معايا. ومن نفس الباليت هاخد من اللون البني ده نتفه صغنونه قوي، وامشي بيها فوق اللون بقى ايه الاسود اللي احنا حطيناه، فهيهدي اللون جدا 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 وهيبان سموكي قمر. لو هتعملي خطوه الايلاينر دي، حطي الاول اللون الفاتح وبعد كده اعملي الاسود، لانك لو حطيتي اللون الفاتح بعد الاسود هيتبوظ لك اللون الاسود خالص ويخليه بهتان. وانتي بتحطي اللون البني على الاسود، اطلعي بالبني شويه فوق الايلاينر، يعني شايفين انا بمشي ازاي اصلا؟ كاني بعمل كده، فاهمين؟ اللي هو بغطي على اللون الاسود فيبقى متموه وفي نفس الوقت يبان فيه بني فوقيه. طبعا ليكي حريه الاختيار جدا لو عايزه تحطي اي حاجه بتلمع فوق، بس انا هكتفي بيه مات كده. بعد كده هاخد وايبس وانضف شكل الميك اب، وهيبقى قمر بالشكل ده. والله تسلم ايدي. شايفين حلاوته وجماله ونظافته؟ بسيطه اهي، لغواصي براحتك وامسحي بعد كده بالوايبس. بما انه فرح ومناسبه، فانا عايزه رموش ثقيله شويه، حتى من غير الفرح والمناسبه النهارده عايزين نجيب العيد. هستخدم باك الرموش دي من عند روكا لاشز، الاديشن ده او الاسم بتاع الباك دي اسمها هورسكوب تقريبا. هاخد رمش قصير من قدام وطويل من ورا كده. طبعا حواجبي هرسمهم بعد ما اخلص الفاونديشن واثبت بالباودر وكده، لان انا ما بحبش يعني ارسم حواجبي وافضل احسس بقى على الفاونديشن عشان ما يجيش عند حواجبي بتخنق. وده يا حلوين شكل الرموش، هي ولا تقيله قوي
ولا خفيفه قوي، يعني هي تصلح لميك اب مناسبات يعني. بس صراحه شكلها حلو قوي، وانا بحب قوي الرموش بتاعه روكا لاشز، بصراحه بحب الرموش بتاعتهم جدا. وهنا كانت الصدمه يا جماعه، اكتشفت ان المايك مقفول وانا عماله اتكلم مع نفسي كده ومش واخده بالي، ما خدتش بالي غير في الاخر خالص، وبجد متضايقه جدا. بس يلا معلش، عايزاكم انتوا تقولوا لي انا استخدمت فاونديشن ايه من عند شي جلام في الفيديو ده، يعني عايز اشوف انتوا هتعرفوا الشكل بتاع الفورمولا او شكل الفاونديشن على البشره ولا لا. بس انا استخدمت فاونديشن من عند شي جلام، بس انتوا اكتبوا لي انهي نوع فاونديشن. بعد كده استخدمت الكونتور ده من عند شي جلام اسمه ايرثي ثيبيا، ووزعته كده نقط صغيره على كل بشرتي عشان تحدد ملامح الوش، بما اننا بنعمل ميك اب تقيل او لمناسبه نوعا ما. طبعا انا لوني بعد قوي، انا استخدمت درجه فاونديشن اسمها ساند، بس انتوا قولوا لي انهي نوع فاونديشن. المهم استخدمت بعد كده الباليت دي اللي اسمها كولر مي كريزي من عند شي جلام، خدت اللون الاحمر الكريمي اللي فيها بس طلع تقيل جدا. المهم يعني عرفنا نسيطر على الوضع في الاخر، وزعته ببراش بعد كده ببيوتي بلندر، وبعد كده نحط الكونسيلر فهيقلل كتير قوي من شكل الحمار بتاعه. حطيت نقط صغيره قوي من الكونسيلر بتاع لوريال، ولو تفتكروا الفيديو اللي فات انا عرفتكم ازاي توزعوا الكونسيلر بتاع لوريال وما يكلكعش تحت العين ويبقى شكله حلو جدا، وكمان عرفتكم ازاي تثبتوه بالباودر ويبقى شكله فلولس وقمر تحت عينيكم. خدت الباودر دي من عند شي جلام اسمها توستد المنت، وخدت من الكومباكت اللي فوق. انا في العادي مثبتش بشرتي كلها بكومباكت، ممكن تحت العين بس كنت اول مره اجربها على تحت العين والوش كله، طلعت شكلها تجنن يا جماعه. بس خدوا اقل كميه، يعني انا باخد كميه قليله وبوزعها على ايديا، وبعد كده باخد اقل حاجه وبوزعها على بقيه بشرتي. الدرجه حلوه جدا او مناسباني في الوقت ده بما ان بشرتي اسمرت شويه. خدت برونزر من عند لوريال، الدرجه دي اسمها كاكوكا تقريبا، بس لونها حلو قوي للاستخدام اليومي لان هو مش مبالغ فيه ومش رمادي قوي ولا اورنج قوي، يعني احسن درجه للكونتور يا جماعه. وحددت كده الانف من الجنبين عشان اعمل لها بيكنج عشان لوني يبان اكتر. وخدت بلاش من عند شي جلام، البلاش ده انا بحبه جدا بس هو مبقاش موجود دلوقتي، بس فعليا كان من احلى الحاجات اللي عندهم. حطيت من نفس الالوان اللي حطيتها فوق العين او من لون الاورنج تقريبا اللي فوق العين، حطيته تحت العين، وبعد كده خدت لون بيلمع نفس لون الاورنج شويه ده وحطيته برده عليه عشان ينور لي العين من جوه. بعد كده حطيت كحل اسود من عند بيكسي، الكحل ده سواده يتجنن، يعني لو اي حد عنده سيفورا يجري يروح يجيبه، سواده وثباته يجننه. وبعد كده موهته شويه تحت العين عشان يدي العين وسع وما ضايقهاش. وبعد كده رسمت مدمع العين بايلاينر لونه بني، لان احنا الايلاينر اللي فوق مموهينه فمش عايزين يبقى فيه اسود وبني، عايزين الموضوع يكون هادي شويه. بعد كده خدت الماسكارا دي من عند سيبال، الماسكارا دي خطيره للكثافه لكن طول مش هتعمل لكم اي حاجه وبتعمل الرموش اللي تحت حلوه قوي. بعد كده حطيت هايلايتر برده من عند شي جلام، بس الهايلايتر ده مبقاش موجود دلوقتي للاسف، ومشيت بيه تحت خط الايلاينر بتاع مدمع العين. بصوا برزها ازاي. بعد كده خدت الليكويد ليبستيك ده من عند شي جلام ورجعت حطيت عليه اللافتر جلوز بتاع ميبلين درجه اسمها ريف. الدرجه دي انا بحبها قوي مع اي حاجه ليها علاقه بالبينك. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا الجمال. انا اكتشفت دلوقتي حالا ان المايك كان مقفول طول التوتوريال اللي احنا بنعمله، بجد انا مش مصدقه وحاسه دلوقتي ان انا كاني مغبوطه على راسي اللي هو هعمل ايه. فاكيد انا حطيت لكم فويس اوفر في الجزء اللي المايك كان مقفول بيه، بس بجد متعصبه جدا. عشان كده انا بكره المايكات، لان ساعات بتفصل لوحدها وساعات بيحصل اي حاجه تروح فصلاكي عن العالم ومبوظالك اللي انت بتعمليه. يعني الصراحه حاسه دلوقتي ان انا عايزه اقوم اكسر المايك، بس مش مهم. المهم ان اكتشفت في الاخر، وده يا جماعه الفاينل لوك. بقى كتير قوي ما عملناش ميك اب لوك تقيل وعدسات وكده، بس بيتهيألي الميك اب ده يعني ممتاز لمناسبه لو انت عايزه تعملي ميك اب يعني نوعا ما كيوت وفي نفس الوقت ينفع لمناسبه. والصراحه شكل البشره والفينيشنج بتاع الميك اب كله عجبني. ما تنسوش بقى قبل ما تمشوا ان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، الاكونت اللي هتلاقوه موجود قدامكم دلوقتي على الشاشه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.